سلام. انا جد تامر امين اللي ابن خالته قتله وموته ورماه في المصرف الأليوب. فسألتك عن المطلب، سألتك العداله تعطى وقصاص على هذا البني ادم اللي هو قتل ابن ده. وعند وقت ما حقن دمنا حق البني والحكومه تاعتنا لما قامت بطلب الحقوق وقامت باللازم ده شويه. يقول الحكومه انا كنا عندنا مربوطين نتن في بعض، نخبط في بعض في الناس، في البلاد، في الادب، نبهدل بعض هنا. ولولا الحكومه هي اللي قامت بالواجب ده شويه. ونطلب العداله، نطلب القصاص على هذا الانسان ده اشرف ايمن ملاك. اطلب من ربنا. احنا نطلب العداله، احنا نطلب العداله، واحنا نطلب الاعدام، نطلب له اعدام، ينعدم. كفايه حرقه دمنا وكفايه حرقه قلبنا وكفايه تهتنا. لو مش الميه دي، لو احنا ما لقيناش مال حبه عظم، لا راح لو ما كناش لقينا حبه العظم دول كنا كلاتنا تأمنا في بعض، كنا بهدمنا بعض. ما رضاش ربنا. عيل عنده 4 سنين ونص، مش ينفع كده. واخوه اللي يعمل فيه كده، اخوه يرضى مين؟ يرضى مين يعني؟ احنا الواقعه بتاعت الطفل احمد ابراهيم المحامي، احد اقارب الطفل الصغير ومحاميهم. الواقعه بتاعتنا بدات من حوالي 10 ايام او 12 يوم تقريبا في ناحيه صفيطه. اختفاء الطفل تامر امين وجدي عبد الباسط من ناحيه ميت ابو علي، نظرا لوجود بعض الخلافات، وكانت والدته عند اقاربها في صفيطه. ففوجئنا باختفاء الصغير. بدات عمليه البحث عن الصغير من الاهالي ومن الاجهزه الامنيه على نطاق واسع، وتم البحث على مدار 10 ايام. دايره الشكوك ودايره الاشتباهات طالت الجميع، طالت الاهل فيما بينهم وبين البعض. طفل صغير 4 سنين ونص يخرج الساعه 8 مساء، يختفي في موضوع لا هو في نص الليل ولا في توقيت ولا كان راكب مواصله ولا الكلام ده، من وسط اهله، ويخرج من المكان اللي هو فيه والبيت اللي مقيم فيه. شيء مثير للغرابه، لانه مش فيه ولا كان في بلد ولا هنقول كان تحت المكان الفلاني ولا الكلام ده، ولا وقع في بحر ولا وقع في اي مكان. فاحنا كنا في قمه الغرابه لملابسات القضيه دي. قضيه شائكه بالنسبه للكل، بالنسبه للاجهزه الامنيه وبالنسبه للاهالي. جهود البحث سواء كانت من الاهالي او من الاجهزه الامنيه كانت على نطاق واسع جدا بشكل يعني فوق ما نتخيله، لان كان في حاله من الذعر منتابه اهل صفيطه واهل ميت ابو علي واهل طحل الدردين، الثلاث قرى المجاوره، نظرا لاختفاء طفل صغير. تزامن ذلك مع الطفل الاطفال بتوعته وقعت بالبيس. فاحنا كنا في حاله من الذعر وكلنا خايفين على اولادنا، ايه اللي بيحصل وايه اللي موجود. ودايره الاشتباه بعيده تماما عن تخيلنا انه يطلع في الاخر الجاني هو ابن خالته اللي مقيم معاه في نفس البيت، اللي المفترض هو شقيقه، ليصطحب طفل عنده 4 سنين ونص يجيبه على دراجه، والطفل ماشي معاه مسالم تماما، لانه اخوه ماشي مع اخوه بكل طمانينه وبكل ارتياحيه. طفل ماشي مع اخوه لا يتوقع من اخوه اي شيء، لان احنا يعني في وضع مش ممكن مفيش اي ضغائن. مين اللي هيكيد لطفل صغير عنده 4 سنين ولا 4 سنين ونص باي وضع كان؟ الوضع بالنسبه له في قمه الغرابه. يصطحبوا للمصرف الأليوبي ميه يعني اعوذ بالله منها. الجسم لو بني ادم لطها دلوقتي بعد شويه جسمه هيتورم، ما بالنا من طفل يركض في هذه المياه 10 ايام متواليه، 10 ايام مجنزره ومثبته علشان خاطر ما يصعدش جثمانه. حتى اكتشفت الجريمه واكتشفها رجال الامن نظرا لوجود كاميرات المراقبه، وارشد المتهم واعترف بفعلته اللي اتضح لنا ان هي مقابل الحصول على المال، ان هو في الاخر يخطط انه يخطف اخوه فلذة كبده ويجيبه ما يرحمش توسلاته علشان خاطر يساوم الاسره. قبل ما يساوم الاسره كان تم القبض عليه نظرا لعمليات البحث، والغريب ان هو كان من اكثر الناس اللي موجوده متواجده معاهم في عمليات البحث، ولكنه للاسف مش كان متواجد عشان خاطر يبحث عن اخوه او فلذة كبده، كان متواجد عشان يطمن على فعله الاجرامي ويعرف وصلهم ببحثهم لحد فين عشان يطمن على نفسه. مش كان ماشي علشان خاطر اخوه، ماشي وبيروح ينام وفي كل طمانينه وفي كل ارتياحيه، لانه بيجي يطمن. للاسف ان العين اللي المفترض معانا وبتدور معانا طلعت هي العين الخاينه القاتله اللي ما رحمش توصلات طفل صغير. لما اجي ابص الاقي الطفل الصغير هنا موجود تحت موجود تحت الميه هنا اهو، طالع عباره عن هيكل متآكل. لو كان غاب الطفل دوت كان يوم كمان كانت انتهى جثمانه النهائي وتحلل جثمانه. ولكن طب انت ما نظرتش لاخوك الصغير الطفل اللي عنده 4 سنين ونص وهو بيحاول حتى يقاومك او يتوسل؟ ده انت لو شفت ان اي حد بيعتدي على اخوك
هتصور لاخوك علشان خاطر النخوه دمك ولحمك، انت تيجي مش ما بصيتش ما رحمتش نظراته، وهو بيبص لك بنظره الاستغراب وبنظره انك انت اللي هو فعلا متعجب ان ازاي اخوه اللي هو ماشي معاه وطالع معاه في كل سلم وفي كل امان يجي ينور ليلقى الطفل مسواه ومأواه هنا تحت الميه دي. مش عايز حضراتكم تصوروها ميه زي كده بالوضع دوت، نبص نلاقي ابننا وفلسة كبدنا هنا في الميه دي طالع جسمان متهالك. فاحنا زي ما وصلنا لحقنا بالقانون باذن الله هنستكمل رحلتنا بالقانون وصولا للقصاص العادل، وكلنا ثقه في القضاء المصري ان احنا هنوصل باذن الله للعداله وللقصاص حتى يكون عظه وعبره لكل من تسول له نفسه ان يرتكب مثل ذلك الجرم في طفل صغير لا حول له ولا قوه، ومثواه ومأواه. وجميعنا نقول لله الشكر على ظهور الحقيقه، ونطلب من الله القصاص العادل بيد القضاء المصري باذن الله.